السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده مع بعض هنعمل مسقعه بطريقه حلوه قوي. طبعا اكله حرشه اقتصاديه على قد ايدينا وفيها كل العناصر الغذائيه المفيده للجسم. تعالوا بقى نشوف المكونات بتاعتنا هتكون ايه النهارده. هنا قطعت فلفلتين كده، فلفلتين وطماطمتين برضو وشويه توم كده. آم، وبعدين جبنا بتنجانتين كبار كده او 3 حسب ما انت عاوزه، وهنقطعهم مكعبات كده. وبرضو هنجيب 3 بطاطسات كده ونقطعهم برضو مكعبات حتت صغيرة. وهنجيب برضو 3 بصلات ونقطعهم جوانح كده. وبقى معانا توم ومعانا بصل ومعانا فلفل ومعانا طماطم، وهنا طبعا ملح وفلفل وشوية زيت وكده وبهارات. حطينا دقيق معلقة حطينا على البتنجان معلقة دقيق كده. ما بتخلوش يشرب زيت معانا. لما الزيت اتقدح بدأنا بقى ننزل اول حاجة بقطع البطاطس الاول. هنحمرها تحميرة حلوة كده. أول مش تحميرة كاملة، يعني نص تحميرة او ازيد من نص شوية. بصوا كده ما شاء الله كانت خلاص احمرت معانا. بدأت بقى اطلعها بس ما شاء الله. وهنا البتنجان بعد ما حطيت على معلقة الدقيق دي حلوة قوي، متخلوش يشرب زيت، بتخليه مقرمش وجميل معانا. هبدأ بقى اقلبه كويس كده مع بعضه لحد برضو ما يتحمر معانا تحميرة حلوة كده واطلعه برضو. طبعا الزيت ده كله مش هنعمل بيه، احنا بقى هنشيل شوية منه وهنسيب معلقتين بس زيت. بصوا ما شاء الله خلاص كده هطلعه بقى عشان ما يتحرقش معايا او يحمر قوي. انا طلعت البطاطس والبتنجان بتاعه. هبدأ بقى اشيل شوية من الزيت واسيب بس معلقتين زي ما انتوا شايفين كده، وانزل بالبصل وعليهم الثوم. بصوا ما شاء الله. هبدأ بقى انزل بالثوم. وطبعا معانا فلفل حار، ده اختيار حسب ما انت عاوزه، لو مش بتحب حار ما تحطش فلفل حار. هنزل بالثومه بقى. هبدأ بقى اقلبها كويس مع البصل كده. وبعدين انزل بالفلفل بقى، الفلفل العادي والفلفل الحار برضو. وبعدين الطماطم بعده اشوحها كلها كده مع بعضها. وبعدين انزل بالطماطم بتاعتها واسيبها شويه كده. بصوا ما شاء الله جميل وريحته روعه من غير اي بهارات. احنا ما حطيناش لحد دلوقتي بهارات والريحه جميل. نبدا بقى انزل بالطماطم برضو واشوحها شويه كده مع بعضها واقلبها كده شويه. هدي على النار خالص بقى عشان ما تحرقش معايا وتنشف، عشان تنزل صوص كده. بعد كده هنزل بقى بالبتنجان والبطاطس بتاعتي. هبدا بقى انزل بيهم كده واقلبهم كويس كده مع بعضهم. بصوا ما شاء الله جميله والريحه تحفه. هبدا بقى اقلبها كويس كده مع بعضها واسيبها متشوحه. وبعدين بقى هبدا احط البهارات. بهارات مش كتير، احط بس شويه ملح وشويه سنه فلفل اسود بسيطه وسنه كمون. بصوا الملح اهو، احط سنه بسيطه وشويه فلفل اسود وشويه كمون. حابه ان انت تزودي شطه تاني زودي. دي بتاع مرقه فاين فودز. دي فيها 17 بهار. هحط منها برضو سنه كده بسيطه تديلي ريحه حلوه برضو كده. هبدا ازودها سنه ميه بسيطه كده واسيبها بقى هدى على النار خالص. هي اصلا يعتبر مستويه، مش هتاخد معايا وقت، اقل من 10 دقايق تكون جاهزه معايا، في دقيقتين بالظبط. هي كل الحاجات احنا محمرينها ومستويه، يعني مش هتاخد معايا اي وقت. بصوا ما شاء الله تحفه تحفه وريحتها جميله وروعه وفيها كل العناصر الغذائيه اللي الجسم محتاجها، وفي حله واحده من غير بقى مواعين ولا كركبه ولا اي حاجه. بصوا ما شاء الله خلاص كده استوت معايا. جربوا الطريقه دي وقولوا رايكم في التعليقات. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.